المدرب بوعلام شارف بن قرينة في تنفيذ الركنية في القائمة الثاني هنا بالراس لصالح المولودية. هنا التسديد الهدف الأول. قدمه اليمنى لم تخطئ مرمى الحارس بعماد بن شلف. هنا شوف من كرة رجعت ولكن بكل روعة. هدف من أروع الأهداف في ناحية قنينة، ولكن الأذكى هو مزيان. نلومك يا ياسين يا سيدي صالح، لا يمكن أن نلومك أبدا. فالرجل سدد بقوة، فالرجل متعود أن يفعلها، فالرجل يملك في قدمه سحر ما، بقوة ببراءة. لكن هيك محاولة تسديد من بعيد من عبود ممتازة. الهدف الثاني من البديل عبود. أول كرة من اللاعب عبود يتمكن من مباغتة الحارس بوزياني. هاي التسديدة الارتكاز على الرجل اليسرى والتسديدة بدون قوية جدا، وعبود وفرحة كبيرة لعبود الذي وقع الهدف الثاني مباشرة بعد دخوله. هذا هو الكوتشينغ الذي نقول عنه ناجح. كوتشينغ مخير الدين الماضوي ناجح لأهلها، وعبود بهذه التسديدة القوية. مازال غرس الدافع خصينا كي يفاد بو علي جري ياخذو فيسوي يشوف عن مجيد كراس ثانية 4 مقل فوق القتال فوق راس عليا يعني فرابور اللي تكرز اللي تخمن الشيطان يشبع يسوي كي مجيد كرا يشبع مجيد كرا يعني ياسين مقل يسرسيت يعني وزميرة تيدي يحبس على اساس الشباك. تري بون بوت دون ان مومون ايضا دون ان مومون ساعان الوقت جاسكا. Les 5 dernières minutes à tenir pour Biskra. Et attention le centre, le ballon de bien. Oh, le but de Renaud. Quel tir. Qu'est-ce qu'ils vont encore terminer? Mais regardez ce tir qui met dans le vent le gardien Wabdi qui n'a rien pu faire. C'est très beau à voir Kaddoul Oussama qui a été le défenseur qui a pu décompter la situation grâce à ce tir de loin. Et alors là, au-delà des 18 mètres, et regardez, c'est... Ouadran maintenant sur son centre, il va tenter son tir de loin, et c'est le but. Incroyable, le coup de théâtre, incroyable. Ce n'est pas possible de la part du numéro 14. Poignet a les facultés d'aller téter et marquer. Regardez ce tir du pied gauche, ras du poteau, il faut le faire. Regardez comment il va armer son tir. Il va lever sa tête, il accélère du pied gauche à terre, ras du poteau. Et je peux vous dire que Félix Chahal ne pouvait absolument rien sur ce tir surprise. Incroyable, regardez. كيف ستلعب؟ اليسرى سنشاهد كيف كانت مباشرة في الشباك رغم الارتماء باليسرى في الزاوية الصعبة والبعيدة والمستحيلة على الحارس في الراحة رغم الارتماء، ولكن كانت قوية وبعيدة. أصحاب القدم اليسرى دائما نقول بأنهم يمتلكون العجائب. Il est obligé de revenir derrière pour Mamri. Mamri, il s'attendait pas à la trouver. Oh super! Oh le but de l'année! Quel but! Minutes après les changements qui viennent d'apporter donc le résultat et revenir au score. On voit ce but. Ah, tout à fait, regardez. Le ballon qui est mal dégagé, puis là, l'acte instinctif. Un magnifique retourné de Iboud en pleine lucarne. Donc, بوردين من أجل معادلة الكفة أو لدفاع الاتحاد. كلام آخر عمار بوردين في مونديال قطر. هناك عمار بوردين بطريقة مميزة لم يحرك لها ساكنا بمبوط، يدرك التعادل للشباب جنوب. سفيان على الجهة اليسرى، سفيان يمرر كرة داخل منطقة الجزاء، ما تزال قبائلية. هنا بعد الهدف لاحظوا تصويبة وتمريرة سفيان قنينة والتمهيد. ما هذا والتصويبة على تأتي الدقيقة 31. خالدي يوزع ناحية عبد الحفيظ، يروض الكرة بالصدر وبتسديدة يسكنها الشباك، مضيفا الهدف الثاني لشباب قسنطينة.
غلاس يسدد قوة كبيرة. يا سلام يا سلام، أو أن المباراة انتهت من مسافة بعيدة، يضرب شباك الشبيبة والحارس سيدي صالح بقوة كبيرة وبدقة. أن لك هذه القوة في القدم اليمنى للاعب القوي غلاس الشاب غناوي الذي يتمكن من تعديل النتيجة، تمكن من المرور ومن تحضير الكرة والتسديد بقوة في زاوية صعبة يعدل النتيجة.